يا هلا وسهلا فيكم من جديد. أنا ليدي موني. اليوم راح أخذكم معاي في جولة عشان نكتشف سوا مدينة مونتريال. أنا سويت هذه الرحلة قبل أسبوع تقريبا، زرت فيها مدن كندية جديدة علي عشان نتعرف على كندا أكثر. فهذا الفلوج خصصته بس لمونتريال، راح تشوفون فيه أهم المناطق السياحية فيها، إيش أجمل الأماكن والمطاعم اللي زرتها وشغلات مرة كثير راح تبسطكم، فخليكم معاي. أول شيء هذه الرحلة عبارة عن رود تريب. ما تتخيلون قديش السفر بالسيارة جدا ممتع، خصوصا إذا كان الطريق بهذا الجمال. فأغلب الخطوط اللي مرينا فيها هي طرق داخل غابات، فكان جمال الخط جزء من جمال ومتعة هذه الرحلة. بعد حوالي 7 ساعات سواقة وصلنا مونتريال، كانت تقريبا الساعة 8 المساء. سوينا تشيك ان بالفندق ودخلنا الغرفة. حياكم على هذا الفيو الخيالي لمونتريال بالليل. هذا اسم الفندق، جدا أنصح فيه، هادي ونظيف، والأحلى إنه في قلب الداون تاون. دايم أول ما أوصل الفندق أحب أنزل الأغراض الأساسية اللي راح أحتاجها، فخلوني أقول لكم بشكل مختصر عن هذه الشنطة. أنا جدا أحبها ولازم تكون معي بكل سفراتي. هي من فيكتوريا سيكريتس، مصنوعة من البلاستيك، مصممة بحيث تتفتح وتتعلق في الحمام. جدا أحبها، خصوصا لمنتجات النظافة الشخصية والسوائل، لأنه حتى لو انكب علي أي منتج هي مانعة للتسرب، فما راح تعدم لي بقية أغراضي. بالجيب اللي فوق بالعادة أحط القطن وأعواد الأذان. بالنسبة لبقية المنتجات أحب أخذ المقاسات الصغيرة المناسبة للسفر، بس إذا ما لقيت المقاسات الصغيرة أعبي اللي أحتاجه في عبوات صغيرة فاضية علشان أسافر وأنا خفيفة وما يكون معي شغلات كثير تثقل علي. اليوم الأول قررت أقضيه في منطقة أولد مونتريال. أول شيء لاحظته إنه كل اللوح، كل الإشارات، اسماء الشوارع، المطاعم، كلها بالفرنسي، لأن الفرنسي هي اللغة الأساسية في هذه المقاطعة. وتعتبر مونتريال هي ثاني أكبر مدينة بالعالم تتكلم بالفرنسي بعد باريس. أصلاً حتى في كنديين من مونتريال ما يعرفون يتكلمون إنجليزي، بس فرنسي، متخيلين؟ أول شيء سويته دخلت بشكل عشوائي واحد من الكافيهات الفرنسية اللي مالية شوارعهم. كان الأكل جدا لذيذ، عندهم مخبز يسووا فيه كرسوناتهم، مخبوزاتهم، فالريحة والطعم شيء مو طبيعي، تجيبك من آخر الشارع. منطقة مونتريال القديمة يمكن هي أهم منطقة سياحية، فيها كثير مباني تاريخية قديمة، أغلبها مبنية من القرن ال17، زي المحكمة القديمة، بنك مونتريال، كمان في متاحف أثرية، في البرلمان، السوق الشعبي، كثير شغلات شفتها. كمان رحت أخذت جولة في بيت مكتشف مدينة مونتريال، هو الفرنسي جاك كارتيه. قدام بيته كانوا يسوون شوية عروض زي اللي كانوا يسوونها زمان لما يستقبلونه، وكمان عرض لطريقة إعلان الحرب في ذاك الوقت. كمان في هالمنطقة في كثير كنايس تاريخية، دخلت أهم 2 فيهم. هذه الأولى وهي أقدم كنيسة موجودة في مونتريال. الثانية تعتبر من أهم كنايس كندا ككل، هي جدا جميلة، تحفة معمارية بمعنى الكلمة، لدرجة كثير فنانين وأثرياء تزوجوا فيها، ومن ضمنهم كانت الفنانة سيلين ديون. قدام هذه الكنيسة بالضبط في ساحة كبيرة يسوون فيها عروض ورقص وشغلات مرة حلوة. نهاية هذه الجولة ودتنا لشارع كله مطاعم من أوله لآخره، من كل مطابخ العالم، فأبدا ما قدرنا نقاوم. فاخترت هذا المطعم الفرنسي لأني كنت جدا حابة أجرب شوربة البصل الفرنسية على أصولها، وكانت أتعب وأنا أقول لكم لذيذة.
اليوم الثاني خصصته لهذا المكان وهو في وسط المدينة، يجمع 3 من أهم المناطق السياحية في مونتريال: حديقة النباتات، المتحف الحي، وملعب الأولمبياد. أول شيء دخلته هي حديقة النباتات، عبارة عن حديقة جدا جدا كبيرة لدرجة مشيت لحد ما تعبت ولا خلصت حتى نصها. فيها أكثر من 20,000 نوع من الورود وأنواع مختلفة من الفراشات، مناحل، كمان كان فيها حدائق صينية يابانية كثير حلوة، بس صراحة ما قدرت أخلصها بيوم لأنها مساحتها جدا جدا كبيرة، صعب تتخلص بيوم واحد. بعدها دخلت البايدوم، هو متحف لحيوانات حية، الهدف منه يعرفك على الحيوانات الموجودة في أمريكا الشمالية والجنوبية فقط. سووه بجانب ملعب الأولمبياد اللي كانت تستضيفه مدينة مونتريال عام 1976 عشان الناس اللي جايين للأولمبياد يدخلوا المعرض ويتعرفوا أكثر على البلد. بعد هذه الجولة الطويلة تعبنا وقررنا نروح نتغدى. سوينا سيرش على النت واخترنا مطعم كذا بشكل عشوائي، ولما وصلنا اكتشفنا من الأعلام الموجودة أنه هذا المنطقة يسمونها قرية المثليين. بشكل عام كان الشارع ما في شيء يخدش الحياة أو مناظر سيئة، لكن ما حبيته بصراحة لأنه في كثير متشردين وما حسيت بالأمان في المكان. عموما تغدينا في مطعم إيطالي كان جدا لذيذ. صراحة هذه المدينة ما أحس فيها مطعم سيء، كل ما دخلت مطعم كان من جد بيرفكت. اليوم الثالث كنت مخصصته للشوبينج، ففطرت فطور ثقيل تجهيزا للمشي واللفلفة الطويلة. في هالرحلة زدت كم كيلو على كثر ما هالمدينة من جد مطاعمها مرة طعمة. بعد كده توجهنا للأندرغراوند سيتي، هي تعتبر من أكبر المدن الموجودة تحت الأرض في العالم. متخيلين؟ كل اللي حتشوفوه الآن حطوا في بالكم إنه تحت الأرض. فيها حوالي 2000 محل تجاري للشوبينج، فيها مطاعم، كافيهات، فنادق، متاحف، مترو، كل شيء فيها. تقدروا تقولوا إنها مدينة لحالها تحت منطقة الداون تاون في مونتريال. مساحتها جدا كبيرة وتتنقلين فيها من قسم إلى الثاني بالمترو. بعد ما طلعنا من الأندرغراوند رحنا لمنطقة الأولد بورت أو الميناء القديم. تغدينا هناك وأخذنا لفة على نهر سان لوران وتفرجنا في المناظر الطبيعية الساحلية لمونتريال. ويمكن أهم معلم لمونتريال هو برج الساعة وهذا الجسر. في الليل طلعت اتعشيت في مطعم إيطالي يعمل البيتزا على الحطب، اللي حيروح مونتريال لازم يسير عليه، جدا جدا لذيذ. وبس خلصت ال4 ليالي لنا في مونتريال الجميلة. كنت حزينة وأنا أودعها، بصراحة كان ودي أعيش فيها أكثر. مدينة حية جميلة تراثية، من كل قلبي حبيتها لأني أحب هذه المدن اللي فيها تنوع حضارات. وبس اليوم اللي بعده انتقلنا لكوبيك، راح أتكلم عنها بالفلوج الجاي، فخليكم قريب. إذا حبيتوا هذا الفيديو بليز أعطوني لايك، وإذا كنتوا جداد على القناة يشرفني اشتراككم، وإن شاء الله تستمتعون بكل الفيديوهات الجاية. هذه آخر فيديوهين نزلتهم، سيروا عليهم للسه ما شفتوهم، وباي باي.